أنا مطلوب مني في الخدمة إني أتابع الولاد في الاعتراف، في القداسات، في الصلاة. ده منظر يروح يخدم، ده منظر النهارده يكلم الناس عن الصلاة. يعني طول ما أنا بجاهد وطول ما أنا مستمرة في طريق الاعتراف والقداسات ومش سايبة نفسي مبسوطة بالخطية وعايشة فيها. اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من بودكاست ما وراء اكسودوس. النهارده الحلقه الثالثه من سلسله خادم مش خادم. والحلقه الاولى اتكلمنا فيها عن مين هو الخادم وايه هي مفهوم الخدمه واعمل ايه لو انا مش خادم في الكنيسه. الحلقه الثانيه كانت الجزء الاول من موضوعات سنه اولى خدمه، واتكلمنا فيها عن توزيع الخدمه وعن دوري في اي خدمه بنزلها حتى لو كان بسيط. والنهارده الجزء الثاني من موضوعات سنة أولى خدمة. ومعانا النهارده في حلقتنا دكتور مجدي جميل. أهلا بحضرتك، ممكن تعرفنا بحضرتك؟ أنا اسمي مجدي جميل، استشاري جراحة عظام وعمود فقري وخادم في اجتماع القرن، اجتماع جماعي. احنا بحضرتك مبسوطين أوي إن احنا مع حضرتك النهارده. أنا كمان مبسوط جدا، وفكرة البودكاست نفسها فكرة بتوسع جدا جميلة، وانتوا كمان عاملينها بطريقة بروفيشنال، ما شاء الله تبقى أحلى وأحلى. كمان انتوا معاكم خدام شاطرة جدا، فكلها أفكار مرة سمينة، فإن شاء الله ناس كتير أوي تستفيد من الحاجة الحلوة دي. كتير بتواجهنا مشاكل في أول كام سنة لينا في الخدمة، وهي من ضمنها أو أول حاجة أهمها يعني إن إحنا مش بنعرف نوازن ما بين حياتنا العملية أو حياتنا كطلبة. مثلا لو أنا طالب مش بعرف أوازن ما بين حياتي في الخدمة وحياتي العملية. أحيانا باجي على الشغل هنا، أحيانا باجي على الخدمة. إزاي أقدر أحقق المعادلة الصعبة إني أقسم وقتي وجهدي على الاتنين من غير ما أقصر هنا أو أقصر هنا؟ بصي هقول لك حاجة، يعني قبل ما نقول كلام محفوظ أحكي لك على موقف صغير أوي. احنا في شغلنا يمكن شويه في الجراحات والكلام ده لازم نشتغل مع دكتور تخدير، يعني شغلنا ليه علاقه ببعض، ولازم نوفق مواعيدنا عشان نعرف نشتغل. ففي مره من المرات كده كان في حاله يوم جمعه الصبح، ف... فكلمت دكتور التخدير قلت له عايزين نشتغل الجمعه الصبح. فقال لي بص انا يوم الجمعه ببدا شغلي الساعه 2. فقلت له معلش يعني ايه، يعني ساعه بدري وكده. لا، هو في 10 ما بيننا شويه، فخليك جدع بقى وانا مش لاقي حد بقى في الاخر وانت اللي بتشتغل معايا. فهي بس هو انا نو واي جمعه اعمل حاجه زي كده. فبقول له ليه طيب، يعني معلش احكي لي بقى مبالغ في النوم دي، يعني ده شغل يعني. فقال انا يوم الجمعه لازم احضر الناس وادي الورق الخديه واحضر خدمتي وانا من الساعه 2 افيلابل. فحسيت بس في فكره ان السؤال اللي انت بتقوليه ده هو الموضوع له علاقه بالاولويه. يعني الراجل ده انا لما فكرت هو عمل كده ليه، حسيت بس هو عنده اولويات في حياته. يعني حتى الشغل بقى سيبك من الدراسه دي حاجه حلوه قوي، بس الشغل ده بقى ده الحاجه اللي فيها فلوس وبيت، ولو حد فاتح بيت ده حاجه اقوى. لكن هو بالنسبه له حاطط اولويه، انا اولويتي يوم الجمعه رايح لربنا. جالي شغل، جالي فلوس زياده، جالي حاجه اكتر مش هتخليني ان انا اغير اولوياتي. فبحس اول حاجه ليها علاقه بسؤالك ده يا فيرو، ان انا اولوياتي ايه. فلو اولوياتي الخدمه وربنا، مش هتعب قوي في فكره لما المذاكره تشد عليا، ولا لما يجي لي امتحان، ولا لما يجي لي فلوس ازيد. لا، انا وقت ربنا ليه احترامه وليه تقديره. ورقم اتنين، مفهوم الخدمه اصلا. يعني مثلا في رساله بولس الرسول لاهل كورنثوس الاولى، كان بولس كده بيتكلم ان نحن عاملين مع الله. الفكر نفسها مختلف. هو الخدمه بالنسبه لي انا بتمثل ايه، مش قصدي مش قصدي الخدمه عامه بتمثل ايه، لكن بالخدمه بالنسبه لي انا شخصيا بتمثل إيه؟ يعني انا فعلا شغال مع ربنا، يعني هل دي حاجه مهمه جدا في حياتي تخليني ان انا اتنازل عن شغل وعن فلوس وعن شويه مذاكره وارجع اعوض بالليل وعن حاجه مهمه؟ لو هو كده فعلا، لو الخدمه دي اولويه وحاجه قويه جدا في حياتي، هتخليني فعلا ما اتعبش قوي لما المذاكره تشد، ولا لما يجي لي فلوس زياده في شغل، ولا لما يحصل ظروف في اي حاجه تانية. لا، انا عندي اولويه ومفهوم الخدمه واضح قدامي يعني. اعتقد ليه علاقه اكتر بالاولويات، انا حاطط الخدمه في اولوياتي ولا لا. ورقم اتنين بالخدمه نفسها كمفهوم، هي مفهومها بالنسبه لي وقت وخلاص نزلت بقيت خادم، ولا هي لا ده انا رايح شرف ليا، ده انا رايح اشتغل مع ربنا. فتفتكر ايه اللي ممكن يعطل المذاكره
او شغل او فلوس زياده. اخر حاجه في النقطه دي، سيد المسيح كده في متى 6 كان بيكلم التلاميذ ويقول لهم ايه؟ يقول لهم احترزوا من خمير الفريسيين. فراح قالوا له الخمير الفريسيين هو الخبز. فراح ربنا قال لهم حاجه غريبه قوي، قال لهم هو انتوا لحد دلوقتي مش فاهمين؟ يعني لحد دلوقتي انا لسه عامل قدامكم معجزه الخمس خبزات السنتين، ومعجزه السبع خبزات قليل من السبع، وبكلمكم على الخبز السماوي. يعني احنا في مستوى مختلف. فطول ما انا خاصر الخدمه اللي لو ساعه مذاكره ممكن ما تنزلنيش خدمه، او ممكن شويه ضغط وقت اصل انا مشغول، كلنا مشغولين يعني، يبقى انا اوريدي مفهوم الخدمه عندي بقى مختلف. عشان كده ربنا في خمير الفريسيه عايز يقول لهم ممكن نرتقي شويه. يعني انا بكلمكم في حاجه وانتوا بتحكوا معايا في حاجه تانية خالص يعني. بس حاسس ان الموضوع ليه علاقه بالاولويه، ومفهوم الخدمه بالنسبه لي اصلا على ازاي. اوكي. انا فهمت من حضرتك ان الاولويات دايما مهمه، ان انا ارتب اولوياتي واني مفهوم الخدمه عندي يكون واضح. طب انا دلوقتي داخل جديد الخدمه، نازل من على النت قدام جديد لانك، وكنت حاطط في دماغي فكره مثاليه جدا او صوره مثاليه عن الخادم، وان هو الشخص اللي ما بيغلطش، ملاك البريء، اللي هو بيصلي وبيحضر قداسات ومنتظم في كل حاجه. بس للأسف نزلت اتصدمت بالواقع ولقيت إن الخدام بشر عاديين زينا، بيغلطوا وفي حاجات بتحصل. مثال يعني مثلا نزلت شفت اتنين خدام بيعلوا صوتهم مثلا مم. أو بيتكلموا على بعض. فازاي أقدر أواجه العثرة اللي بتيجي من ناحية الموضوع ده، وما سيبش الخدمة وامشي او اقلد الناس الخدام اللي موجودين واقول كله بيعمل كده. طيب بصي، هقول لك حاجه بس مش هسالك انت، قولي لي ده رايك الشخصي، يعني مش بختبرك يعني. تفتكري ليه ربنا قصد في قصه داوود النبي ده كان راجل يعني، المزامير دي يعني كلها مشاعر جياشه لربنا يعني. ليه ربنا قصد انه يذكر في الكتاب المقدس اخطاء لداوود وحشه قوي، زي مثلا القتل والزنا، تقبح؟ داوود ده في مره قعد يقول انا هعد الشعب ده واعرف انا معايا قد ايه عشان اعرف قوتي، ونفسي خالص ان ربنا هو اللي ماشيه. رغم ان داوود ده يعني بعد كل الخطايا دي ربنا قال فتشت قلب عبدي داوود فوجدت حسب قلب، ده كان بعد الخطايا بعد التوبه يعني. تفتكري ليه ربنا ذكرها في الكتاب المقدس يعني؟ ايه وجهه نظره مثلا؟ هو عايزنا نبص للأخطاء اللي هو عملها ونتعلم منه، إن هو كان شخص عظيم وكده، بس وقع يعني، ورغم إن هو شخص عظيم. برافو عليك. يعني هو ربنا عايز يقول لنا هو ما فيش انسان ما بيقعش، ما فيش انسان فوق الغلط يعني. فانا يعني عايز اقول لك مثلا في خطأ تاني، مثلا ابراهيم كان صعب قوي. ابراهيم كان هو ومراته كده لما راحوا عند ابي مالك، راح قال له انت مش مراتي، كان خايف. ابراهيم اللي قدم اسحاق كذبيحه كذب، وقال لهم دي مش مراتي عشان خايف ياخدوها مني. واسحاق على فكره، واسحاق ده كان ابن موعد يعني، عمل نفس الخطا بالظبط اللي عمله ابراهيم. اسحاق عمل نفس الخطا اللي عمله ابراهيم، وبرضه لما رحت لمراته قالوا لي مش مراتي. بحس بس ربنا عايز تقول لنا ان كل انسان ليه مساحه من الخطا، وانا كل لما انضج اكتر اعرف ان مفيش انسان تاني مهما كان مين الانسان، كل انسان عنده اخطاء. وبحس قصد ربنا هو دي بقصدي يعني اكيد ربنا لو عايز ما يذكرش اخطاء الانبياء العظماء دول ما كانش حطها في الكتاب المقدس يعني، اعتقد يقدر يعمل كده صح. بس هو عايز يقول ان ما فيش حد ما بيغلطش. وكل لما ادخل الفكر ده جوه دماغي عمري ما هعصر الانسان، يعني هدي لكل واحد مساحه في حياته او انه بيغلط. فلو شفت فيرو مره انا عارف ان هي الخادمه بتاعتي واللي علمتني، في مره لقيتها بتتعصب، هي بني ادمه غصب عنها. بس برضه كان ابونا يوحنا كده يقول لنا يعني مثلا لما تلاقي كاهن كبير في السن شويه قاعد في القداس كده، تلاقي ناس تقعد تبص انت ما تعرفش في شبابه كان بيعمل إيه. انت ممكن ما تعرفيش الخادم ده في شبابه كان بيعمل ايه، والخادم ده في حياته الشخصيه بيعمل ايه، وقانون الروحي عامل ازاي. احنا ما نعرفش حاجه. انت بتشوفي موقف صغير او بتشوفي تقصير، ممكن تنزلي خدمه تلاقي خادم كان بيخدمك او خادمه كانت بتخدمك وما بيجيش كل مره، وظروفه مش كويسه ومش ده اللي انا كنت متوقعاه. انت بس انت ما تعرفيش حاجه، ما تعرفيش حاجه، وفي نفس الوقت هو مش انسان كامل.
انا يمكن وانا صغير كنت ببص للخادم ان هو حاجه مؤلهه، ما بتغلطش، ما ينفعش يغلط زينا، ملاك برافو عليكي. بس كل ما بيجي لي النضج انا اصلا بقبل الخطا لكل الناس مش بس الخدام، يعني البابا والماما والاخواتي وللناس انا حاطهم قدوه، بس هم بني ادمين بيغلطوا. عشان كده اعتقد ده كان قصد ربنا، ان يذكر ان مفيش انسان فوق الخطا حتى القديسين. يعني في حد زي ابونا ابراهيم ده ابو اسمه ايه ده؟ ابونا ايه؟ ابونا ابراهيم، ابو الاباء. وان هو كان رمز للايمان في الكتاب المقدس. في حد احلى من داوود النبي؟ في احلى من موسى؟ ده موسى ده كان بيتقال عنه انه كان يكلم الله، كان يكلم الرجل صاحبه. يعني عارفه ايه كان يكلم الرجل صاحبه؟ يعني في عشم غير طبيعي. موسى ده اللي اتنرفز وكسر لوحي الشريعه وعمل حاجات تانيه خالص. فاعتقد لما نحط الحاجات دي جنب بعض مش هتعب قوي، يعني هديله عذره، ومش هعرف هو في حياته الروحيه عمل ازاي. ما يمكن يكون راجل قديس فعلا بالامانه يعني، اللي هو عايش بيها مع ربنا، لكن هو انسان زي بيغلط وبيتعصب وبيأثر وبيعمل كل حاجه. ويمكن يكون حياته التانيه اللي انا مش شايفها دي تكون اعظم بكتير قوي من حياته اللي قدامي. اوكي، يعني قصد حضرتك ان انا افضل ادي اعذار للناس لان مش كل الحقيقة مكشوفة قدامي، مش دايما حياتهم واضحة قدامي وباينة. ادي اعذار وهم بني ادمين، هم بيغلطوا فعلا، هو بالفعل كلنا بنغلط، كلنا بنعترف. هل في حد في الكنيسه عندنا، حتى ابونا الاسقف وابونا البطرك وابونا الكاهن، كلهم بيعترفوا، يبقى كلنا بنخطأ، فما فيش حد بره المستوى الخطأ يعني. من ضمن المشاكل اللي بتحصل لنا في أول سنة خدمة، صراع إن أنا عايزة أقول كل حاجة المسيح علمها لنا، الصلاة والصوم وإن أغفر لغيري وكل الحاجات دي الجميلة دي، بس بلاقي نفسي أنا نص الحاجات اللي بقولها ما بعملهاش، وبغلط وبقع كتير. بالاقي الآية اللي المسيح قالها للفريسيين اللي هي إن انتوا بتحملوا الناس أحمال عسرة انتوا ما بتلمسوهاش بأحد أصابعكم. مثال عملي على اللي أنا بقوله إن أنا مطلوب مني في الخدمة إني أتابع الولاد في الاعتراف، في القداسات، في الصلاة، بس أنا نفسي مقصر ومش قادر إن أنا أكلمهم عشان أنا مقصر. فيا إما أبقى مرائي وأكلمهم، يا إما أبقى واقعي وحقيقي قدام نفسي وما أكلمهمش. رأيك نعمل إيه في الصراع ده؟ بصي السؤال ده سؤال العمر، اللي هو ايه؟ انا انسان عندي اخطاء، واخطاء صعبه، وباجي الكنيسه او بحاول اخدم، فطول الوقت هيجي لي الفكر انا ينفع واحد بالمنظر ده يروح يخدم صح؟ مم. وطول الوقت ده مش وقت في عمرك، يعني كل ما تيجي تخدمي او كل ما تيجي تعملي اي حاجه تبقى تبسط ربنا، يعني هيجي لك الفكره ده، الشيطان هيجي يقول لك الكلمه دي. هو ده منظر يروح يخدم؟ ده منظر النهارده يكلم الناس عن الصلاه؟ ده منظر يروح يكلم الناس عن الاعتراف؟ ده انت مقصر في الصلاه والاعتراف ولو الناس عرفت اخطائك اصلا يعني مش هيبصوا في وشك صح؟ مم. بحس الرد قوي على السؤال ده بطرس ويهوذا. عارفه بطرس ويهوذا؟ مم. بحس ان بطرس مشكلته ما تقلش مشكله عن يهوذا. يعني بطرس اولا سيد المسيح قال له في الاول ان انت هتنكرني، خلي بالك 3 مرات. وبطرس لما تيجي تقري النص نفسه يقول لك في المره الاخيره بقى كده وهو بينكر المسيح يقول لك ابتدى يلعن ويحلف. مم. يلعن مين؟ الكتاب المقدس ما قالش، يعني هو سايبها مفتوح. يلعن مين؟ ما نعرفش صح؟ بس اكيد يعني ممكن يكون من أكيد ضمن السيد الاحتمالات المسيح. يلعن السيد المسيح شخصيا، انت متخيله؟ وبطرس ده بقى اللي بقى مين؟ بطرس ده اللي في اسمة الرسل يقول لك ان هو وبولس كانت ظل احدهما يشفي الامراض، وكانت مناديل وعصائب الاخر تخرج الارواح الشريره. يهوذا بقى كان في نفس موقف بطرس، راجل وحش وخاين، بس هو لما قعد مع نفسه قال الكلمتين انت سألهم دلوقتي دول: انا انسان مش كويس، خنت المسيح اللي هو عملت الخطيه، يعني ازاي ابقى تلميذ من ضمن التلاميذ؟ مم. ازاي اقبل نفسي؟ ازاي اروح بالمنظر ده اروح اتناول واخدم؟ فاعمل ايه؟ اموت نفسي، اللي هي احنا بنعمل ايه؟ اسيب الخدمه مم. او بلاش اتناول. ليه بلاش تتناول يا عم؟ ما انا راجل مش كويس، انا راجل بايظ. عشان كده في مره من المرات كده كان في عيان كان تعبان قوي، وانا كنت عارف ان هو تعبان، كلمني قال انا تعبان قوي، قلت له طب تعالى لي انا موجود في العياده النهارده. فهو ما جاش، فبعد اسبوع ببص عليه يعني
فبقول له انت ما جيتش الاسبوع اللي فات. قال لي انا كنت تعبان جدا. قلت له ما هو من باب اولى لما تبقى تعبان جدا تروح للدكتور. قال لي ايه تصدق ما خدتش بالي، يعني عندك حق. قلت له ما هو اي حد يروح يكشف مش كويس، يعني يروح يكشف ده التعبان. عشان كده السيد المسيح قال لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. فبطرس الرسول كان جدع بقى، كان ذكي. هو عمل خطأ صعب جدا ويمكن خان المسيح زي يهوذا، ويمكن لعن وحلف وكذب وعمل كل حاجه لهم انا ما اعرفوش. وده من ضمن برضو التلاميذ اللي هربوا، ما فيش حد قعد غير يوحنا الحبيب في الاخر، صح؟ فكان بطرس الرسول ده مثال عملي للشخص اللي ممكن يعمل جرم بس بكى بكاء مرا، صح؟ انت عندك، احنا دلوقتي عندنا اختيارين، انا وانت بنعمل اخطاء وحشه جدا واعترافاتنا يعني ما نحبش حد يسمعها، صح؟ فاما ان احنا نمشي ورا دماغنا ان احنا نكمل في الغلط، لان انا لما ابدا ما اروحش الخدمه وما اروحش القداس فالشيطان يقول لي ايه، احنا هنرحرح بقى خلاص، يعني ما عندناش حاجه بقى، ولا هنكلم الناس النهارده عن الطهاره ولا هنكلمهم عن الصلاه، فالدنيا حلوه. لكن لما اكون بحضر قداس كل مره وبحضر خدمتي كل مره، فدايما هيجي لي الروح القدس كده يقول لي يعني ينفع تكلمهم عن الصلاه وما تقفش تصلي؟ يعني ينفع النهارده نطلع مؤتمر عن التسبيحه مثلا واحنا عمرنا ما حضرنا تسبيحه؟ فدايما تبقى علاقتي بربنا زي علاقه بطرس الرسول اللي هي دايما رايح جاي. وهديكي مثل تاني بقى، انا هقول لك خطيه مشهوره، مثلا واحد مثلا بيشرب سجاير مثلا. السجاير دي حاجه وحشه خالص طبعا، وناس كتيره جدا نفسها تسيبها. طب انا بشرب سجاير وانا بخدم، اسيب الخدمه ولا لا؟ الانبا سؤال صعب شويه، صح؟ جدا. الانبا مكاريوس بقى يعني قال حاجه جميله قوي. قال ايه الفرق بين الخاطي والفاجر؟ انبا مكاريوس اسقف المنيا قال الخاطي هو اللي بيغلط وكل يوم بيحاول يرجع، اللي هو السيد المسيح قال الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. صديق يعني هو بيسقط، وصديق وفي اليوم يعني 7 مرات بيقع ويقوم، وصديق قديس يعني. فقال الخاطي هو اللي بيسقط وبيجاهد، ده خاطي. وده الكنيسة كلنا خطاة في الكنيسة وكلنا مرضى في الكنيسة وكل الكلام ده. ولكن الفاجر لا، أنا الخطية بقت جزء من حياتي. مش فكرة أنا مثلا بشرب سجاير ونفسي أسيب السجاير دي وبحاول وبقع كل يوم وبفشل، وبسمع عن علاج للنيكوتين وبجيبه وبفشل، وبروح أقول لأبونا آخر مرة وبفشل، وأقعد أصلي يا رب دي آخر مرة وبفشل. ده الخاطي، ده اللي يخش السماء على فكرة، اللي بيجاهد. عشان كده ربنا قال الذي يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. لكن الفاجر ده اللي ماشي بعلبة سجاير. مش قصدي هو فاجر، أنا مش بغلط فيهم يعني، ولكن أنا بقصد أقول إن هو تصالح مع فكرة الخطية، ان بقت علبه السجاير بقت عاده وبيكم يعني مش عايز يسيبها، برافو عليك، هي جوه جيبي خلاص. لا انا مش تعبان من الموضوع ونفسي اشيل، لا ده انا ماشي بيها خلاص. فاعتقد طول ما انا بعمل زي بطرس واحاول ارجع الموضوع مختلف قوي. لكن لو انا زي يهوذا، يعني كل ما يجي لي فكر يأس افتكر يهوذا. هو على فكره ده اللي جه لي يهوذا، يعني راح قال له يعني انت يا اخي انت عندك دم، تسلمت المسيح. حتى هو ما احتملش الخطيه، يعني هو لما قعد يتكلم مع نفسه لقى ان الموضوع غير محتمل فشنق نفسه. فخلينا بطرس اللي هو بيعرف يبكي بكاء مرا طول الوقت والخدمه تشجعه، وبلاش يهوذا اللي في الاخر شنق نفسه. حلو قوي، يعني طول ما انا بجاهد وطول ما انا مستمره في طريق الاعتراف والقداسات ومش سايبه نفسي مبسوطه بالخطيه وعايشه فيها، لا يعني بجاهد مع نفسي طول ما انا كده يعني تمام. يعني انا مش بس تمام، انا قديس. هو قال الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. انت عارفه يعني ايه واحد بيسقط ويقوم يصلي؟ زي القصه بتاعت بستان الرهبان كده، لما كان راهب بيتحارب بخطيه، كل ما يسقط يقوم يصلي. فالشيطان ظهر له، قال له الشيطان ظهر له فقال له انت يا عم انت مش هتزهق؟ قال له انت بتضرب بمرزبه وانا بضرب بمرزبه، مش انت بتوقعني وانا بصلي؟ لو في مره وقع وما قامش صلى مش هيبقى صديق بقى، ما هو لان هو ربنا قال الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، كل شويه يقوم كل شويه يقوم. هيجي في وقت من الاوقات ربنا هينصره. برضو من ضمن الحاجات اللي بتواجهنا كتير في الخدمة ان انا خلصت خلاص السنة دي في الخدمة ومطلوب مني ان اسلم ولادي لخادم تاني معايا يعني، بس بلاقي نفسي ان انا ارتبطت بالولاد والولاد ارتبطت بيا جدا. فازاي اسلم الولاد بتوعي للخادم بطريقة حلوة وصح؟
بصي، بحس لما الولد يرتبط بالخادم دي حاجه حلوه الاول. يعني سيبك ان احنا نرتبط بيهم، دي اللي احنا هنتكلم بيهم شويه بعد شويه. يعني احنا في كنيستنا على ممر العصور في حاجه اسمها تلمذه، وكل التلاميذ بيبقى عندهم دايما انتماء للقائد بتاعهم. يعني مثلا قديس ابو مقار. قديس ابو مقار ده كان حد يعني قوي جدا. وتعرفي قوه قديس ابو مقار يعني من تلاميذه. يعني مين تلاميذه؟ قديس يحنس القصير، الانبا موسى الاسود، الانبا ارسانيوس معلم اولاد الملوك، دول تلاميذه. ده الاب. تفتكروا هم مش بيحبوه؟ او يعني ممكن تقولوا مثلا شيلوا محبته من قلبكم؟ لا طبعا، ده هو عشان خدمهم بجد، وعشان هم شايفين ربنا فيه، فهم بيحبوه جدا. وهو شايف ان هو لا يستحق هذا الحب، عشان كده هو قديس، صح؟ فبحس اول حته في الموضوع ده حلوه، ان الولاد ترتبط بالخادم، عشان اكيد ليه شافوا حب منه، صح؟ شافوا ربنا، شافوا واحد خايف عليهم بدون مقابل، فدي حاجه حلوه. هو بقى بيتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ يعني انا كخادم بنزل علشان ارضي ذاتي، فلما ارتبطوا بيا ابتديت احس بنفسي كده، واقعد قعده مختلفه، واتكلم بطريقه مختلفه، وبقى ليا برستيجي. ولا انا عارف ان انا راجل غير مستحق الخدمه، وان انا سوري يعني اي مكان هيتقال لي اروح اخدم فيه هخدم فيه من غير ما افتح بقي. عايز اطلع مع الفصل ده هطلع، مش عايز اطلع مع الفصل ده اللي انتوا عايزين تحطوني فيه حطوني. يعني بيبان بقى الكلام ده هو كشخص شايف الخدمة ازاي. لو الخدمة، فاكرة السؤال الأول بالنسبة له مفهومها عامل ازاي، غالبا الموضوع رد فعله هيختلف. ممكن بقى هو كخادم علشان هو فاهم يعني ايه ان ما ينفعش اربط الولد بيا، ده يتربط بالمسيح. فلو ارتبط بيا ده حاجة مرضية، انا كخادم بقى اقدر اتعامل. ساعات المشكلة بتكون مننا احنا كخدام في حتة ان احنا بننبسط سنة بالموضوع ده. يعني انا برضو يعني خادم معروف. حته كده جوايا بتنور. برضو بدخل الكنيسة كده الناس كلها بتسلم عليا وتبوسني، واحط صورة على الفيسبوك كده الاقي برضو كومنتات حلوه، برضو فاهم مستر فلان يعني ايه شرف الموضوع يعني. فانا لو خدت الموضوع ده كده هيبقى حاجة مرضية بقى، وهبدأ الولاد تشرب مني الوحش بقى اللي فيا، مش بس الحلو، لان هما انا بربطهم بشخصي مش بالمسيح خلاص دلوقتي. عارفة زي قصة صغيرة كده، مرة واحد كده كان عنده ابنه وكان لازم يسيبه يسافر، ظروف يسافر ومش هينفع الولد يجي له دلوقتي، فقعدوا مع واحد صاحبه. فقال لصاحبه انا ابني معاك، كلمه عني وقول له دايما ان باباه مسافر وهيقابله في وقت من الاوقات، علشان لما يقابلني ما يبقاش فيه فجوة. فالشخص ده عنده حلين، اما يكون امين جدا ويقعد طول الوقت يقول له انا مش باباك، انا مش باباك، زي يوحنا لما راح قال لهم انا صاحب العريس مش العريس، يعني مش انا الموضوع، المسيح هو الموضوع. فهو لو كان انسان امين كان هيقعد يكلم الولد ده انا مش باباك، باباك انت هتروح له. او كان غير امين يقول له ايه، انا باباك، انا اللي هربيك، وانا اسمع كلام انا، وده فكري انا. هنعرف بقى ايه اللي حصل بقى، هو امين ولا ايه لما الولد ده يروح لباباه. لو كان يعرفه بجد، لو طلع الخادم ده تحت ايده ولاد فعلا خدام حلوه ويعرفوا ربنا بجد، يبقى الخادم ده كان امين، لان طول الوقت بيكلمهم عن ربنا. لو طلعوا بقى احنا مش هنطلع الخدمه غير لو مستر فلان معانا، والخادم يقول لك انا لو نقلتوني خدمه تانية مش هاجي الخدمه، لا انت احنا كده موضوع بقى ده في حاجه بقى. انا كده مش بكلم الولد عن بابا اللي مسافر ده خالص، انا بكلمه عن نفسي. فلما حسيت ان انا اتشلت سنه من الصوره، الموضوع حصل فيه مشكله. لكن طول ما انا امين في حياتي مع ربنا وامين في خدمتي، ودايما بوصل ان مش انا العريس، انا صاحب العريس، انا واخد شرف الخدمه، لكن مش انا المعني، انا زيكم بتخدم في الخدمه، وباجي اخلي بالي من اخطائي في الخدمه، مش هتحصل المشاكل دي. يعني يقولوا لي في خدمه هقول حاضر، سيب الفصل ده حاضر، تعالى مع الفصل ده حاضر، تعالى ريح من الخدمه شويه حاضر، اللي انتوا عايزينه، لان انا شايف دايما عدم استحقاقي في الموضوع يعني. اوكي، حلو قوي. اجابه جميله بصراحه. شكرا. ان انا ابقى انا صاحب العريس، وانا يعني مش انا يعني الخدمه بتدور حواليا، لا ده انا عايزه اوصل الولاد دول للسيد المسيح، العريس ذات نفسه. حلو قوي. اوكي. وبكده تكون حلقتنا انتهت النهارده من موضوعات سنه اولى خدمه. وحابه اشكر دكتور مجدي جميل جدا على الاجابات الحلوه قوي، انا بجد استمتعت جدا النهارده، وجاوبت على اسئله كتير قوي كانت جوانا، ومشاكل بنواجهها كتير قوي في الخدمه وما بنعرفش نعمل فيها ايه او نتصرف فيها ازاي.
فشكرا جدا لحضرتك. شكرا خالص يا مبسوطين فيرو، وبرضه هعيد لك اللي قلت لك في الاول، فكره جميله وبره الصندوق ومجهود رائع، وخدامكم اصلا خدام رائعين، فعشان كده الموضوع طالع جميل قوي، ويا رب ينجح اكتر واكتر. رب. شكرا جدا. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وفي ناس كتير قوي بتتفرج من غير ما تعمل لنا سبسكرايب، فاحنا محتاجين منكم ان انتوا تتفرجوا، مش بس تتفرجوا، ان انتوا تعملوا كمان سبسكرايب. ولو عندكم اي اسئلة عن الخدمة او اي موضوعات تانية تقدروا تكتبوا لنا تحت في الدي امز. شكرا.